بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل المتابعين الكرام. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط، هنعمله بطبقه هشه وخفيفه وكراست جميله جدا من بره وطعم ولا اروع من كده. يلا تابعوني لاخر الفيديو عشان نشوف هنعمله النهارده مع بعض ازاي. بنختار ثمرة القرنبيط المناسبة لينا، طبعا الحجم المتوسط بيكون أفضل في الطعم. وبعد كده الخضرة بتاعتنا بتكون عبارة عن كزبرة خضراء وشبت وبقدونس. وبعد كده بنبتدي نفصص بقى الثمرة بتاعت القرنبيط دي لفصوص صغيرة، ويفضل إن احنا نخليها متوسطة بالحجم اللي احنا شايفينه ده، يعني بلاش تبقى أحجامها كبيرة قوي زيادة عن اللزوم عشان تستوي كويس والتتبيلة تدخل في كل قطع فيها. كل ما كانت صغيرة كل ما كانت أفضل. بعدين بنحطها في طبق وبنغسلها كويس جدا، بنشيل منها كل الأتربة والشوائب اللي بتبقى موجودة على السطح لغاية لما تبقى بيضة وناصعة وزي الفل زي ما احنا شايفين كده. بنجهز بعد كده المية اللي هنغليها بقى اللي عشان نسلقها فيها. وسلق القرنبيط بيكون تقريبا زي سلق المكرونة، بياخد نفس الوقت وبنفس الطريقة، يعني المية تكون بتغلي وننزل فيها بالقرنبيط. ضفنا على المية معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الكمون ونقلبهم كويس، وبعد كده ننزل بحبات القرنبيط والمية بتغلي. بنسيبهم زي ما قلنا حوالي 7 دقايق ل8 دقايق، وبعد كده بنخرج القرنبيط على مية ساقعة. يفضل تكون ساقعة من التلاجة، ولو مش متاح تبقى من الحنفية مباشرة. احنا حاليا الفيديو ده بنسجله في فصل الشتاء، فالمية بتبقى باردة. ليه بننزلها في مية باردة؟ علشان نوقف التسوية او نوقف عملية تسوية السلق بتاعة المية اللي بتغلي داخل أنسجة القرنبيط. لو سبناها في ميه عاديه والميه سخنت، يا ريت نغيرها كمان بميه تاني بارده علشان نوقف عمليه التسويه، علشان النسيج بتاعه ما يتهريش من جوه. بعد كده المكونات بتاعتنا اللي هنستخدمها: طماطميه صغيره مبشوره، ما تكونش متقطعه، مبشوره في المبشره في اضيق عين. 2 بيضة. وبعد كده هناخد معلقة كبيرة من الخضرة من كل حاجة من الحاجات اللي قلناها في أول الفيديو. ونوعية الخضرة ومقدارها ده بيكون حسب الرغبة، حطوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، والحاجة اللي مش بتفضلوا طعمها ممكن ما تحطوهاش. هعمل خلطتين هنا، خلطة سايلة وخلطة جافة. هستخدم معايا كوبايتين من الدقيق، ودي هستخدم مستردة، دي اختياري. في البولة الزرقاء هعمل الخلطة السايلة، بضيف كوباية من الدقيق، والبولة التانية هضيف من كوباية لكوباية ونص، دي الخلطة الجافة. بعد كده هبتدي اضيف بقى المكونات على كل حاجه لوحدها. هنا في الخلطه السائله ضفت 2 بيضه، وضفت معلقه كبيره من النشا. وعلى الخلطه الجافه ضفت برضو معلقه كبيره من النشا، وهنا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنا برضو معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبعد كده بكمل الجافه، بضيف معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكركم، وكده الخلطه الجافه بتاعتي خلصت. هكمل بقى الخلطه السائله، بضيف الطماطم المبشوره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه، معلقة صغيرة من البابريكا أو من الشطة زي ما تحبوا، كل واحد حسب الذوق اللي هو بيحب طعمه بيه. وبعد كده بضيف معلقة صغيرة من الملح، الملح طبعا بيبقى حسب الرغبة. وهبتدي بعد كده أعجن الخليط السائل ده. أنا هستخدم هنا المية، ممكن تستخدموا الحليب، ولكن المية بتدي قوام أفضل للطبقة الخارجية، بتخليها هشة أكتر، وكمان بيبقى لونها أجمل بكتير. لو حابين تخلطوا ما بين الحليب وما بين المية، دي حاجة حسب رغبتكم، بس أهم حاجة زي ما احنا شايفين كده بنزود شوية بشوية لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. والقوام المناسب يكون قوام متوسط، يعني لا يكون تقيل ولا يكون خفيف. لو كان تقيل هنلاقي الطبقة دي هتبقى مش هتتخلل جوه حبات القرنبيط، ومش هتدخل ما بين السنايا والفتحات بتاعتها، لأن هي تقيلة مش هتعرف تتغلل لغاية جوه، وهنلاقي التتبيلة من بره بس. لكن لو كانت خفيفة هتسقط من على حبة القرنبيط ومش هتثبت عليها. هنا احنا ضفنا إضافتين اختياري ولكن هيفرقوا كتير جدا في الطعم. ضفنا فصين من الثوم المهروس، ودول على فكرة الناس اللي ما بتحبش طعم الثوم مش هيبانوا قوي زي ما انتم متخيلين. وضفنا معلقة كبيرة من المستردة، ودي برضو بتفرق كتير جدا معانا في الطعم وفي اللون. كده الخليط بتاعنا تقريبا أصبح جاهز، مش باقي بس غير الخضرة. وده القوام اللي احنا عاوزين نوصل له، زي ما احنا شايفين لا هو تقيل ولا هو خفيف، حاجة كده زي عجينة الكريب. بعد كده دلوقتي بنضيف الخضرة بتاعتنا، وبنجهز بقى الزيت في إناء عميق، ونبتدي نشغل عليه النار عشان يبقى سخن، لأن القرنبيط لازم ينزل والحرارة بتاعة الزيت فوق المتوسطة. دوبنا كل المكونات في بعض كويس جدا، وأصبحت دلوقتي الخلطات بتاعتنا جاهزة. هنرتبهم زي ما احنا شايفين. دي الخلطة الجافة، طبعا بخلط كل المكونات بتاعتها مع بعض، ومعلقة الكركم هنا بتديني لون حلو جدا. وزي ما قلنا احنا كمية الدقيق بتاع الخلطة الجافة حسب الكمية اللي معانا، ممكن من كوباية لكوباية ونص أو كوبايتين. القرنبيط بتاعنا جاهز. بعد كده الخلطة السايلة، وبعد كده الخلطة الجافة، وبنشيله منها على النار مباشرة. يلا نشوف بقى تجربة مع بعض عملي.
اول حاجه طبعا بنملى الزيت، ويفضل يكون اناء عميق، يكون ضيق من تحت عشان ما تستهلكوش كميه كبيره من الزيت، عشان يبقى عميق او الزيت يبقى غزير وفي نفس الوقت ما يبقاش كميه كبيره. باخد ثمره القرنبيط كده زي ما احنا شايفين، بصفيها من الميه، بعد كده بنزل في الاناء الخلطه السايله واقلبها كويس. وبعدين نصفيها كويس من الخلطة السائلة الزيادة وننزل بيها في الخلطة الجافة، ويفضل نستخدم ايد للخلطة الجافة وايد للخلطة السائلة. هنا طبعا انا عشان بصور بايد وبستخدم الايد التانية اوريكم مثال يعني، فبعمل واحدة واحدة. انتوا مش هتعملوا كده، احنا بنحط كمية في الخلطة السائلة ونقلبها كويس، وبعد كده ننتشلهم كلهم ونحطهم في الطبق التاني بتاع الخلطة الجافة ونقلبهم جوه الطبق مع بعض او نقلبهم بالطبق مع بعض، وبعد كده ننفضهم كويس من الدقيق الزيادة وننزل بيهم على الزيت. الزيت بتاعي يكون زي ما قلنا عميق، وتكون درجة حرارته فوق المتوسطة، يعني أنا الأول بشغل الحرارة لغاية لما الزيت يسخن كويس، وبعد كده بخليها فوق المتوسطة، هدي النار وأنزل بالقرنبيط بتاعي، ياخد تشوك كده، ياخد صدمة في الأول، ولما الطاسة تتملي كويس هدي النار عليهم عشان يستووا كويس من جوه. بياخد معانا من 6 ل8 دقايق تقريبا لغاية لما بينضج بشكل كامل حسب حبات القرنبيط أو حسب حجم حبات القرنبيط اللي احنا بنستخدمها. خطوة مهمة كمان أثناء عملية القلي، لازم نقلبه كده كل شوية علشان ما ياخدش لون غامق من تحت ويبقى اللون بتاعه من فوق فاتح، ويبقى فيه اختلاف في درجات التسوية، لكن التقليب بيخليه يستوي كله بدرجة واحدة. وتركة مهمة جدا كمان، لما نخرجه بنخرجه على مناديل مطبخ نمرة 1 عشان تمتص أي زيت زيادة، وكمان المناديل دي تكون محطوطة على حاجة بتدخل هواء من تحت، يا إما السلكة بتاعة الفرن، ولو مش موجود عندنا بنستخدم ممكن مصفى مفتوحة من تحت وبنحطها مثلا فوق حلة فاضية أو حاجة زي كده. المهم ندخله هواء من فوق ومن تحت علشان يفضل معانا مقرمش لغاية آخر الأكلة. ودي تركة مهمة جدا، لأن احنا لما بنحطه على سطح مكتوم مع الحرارة بتاعته، البخار اللي بيطلع من جواه بيطري الكفر اللي بره، وبنلاقيه بعد شوية طري مننا. وزي ما احنا شايفين بنقدمه بالطريقة دي. اعتقد انتوا شايفين شكله، لولا ان احنا متابعين من الاول ان هو قرنبيط ناس كتير كان ممكن تنخدع وتفتكره كنتاكي. صوت القرمشة اعتقد واضح. اهم حاجه كمان ان لو في اطفال ما بيحبوش ياكلوا القرنبيط، صدقوني جربوا الطريقه دي هياكلوا القرنبيط وياكلوا كويس جدا كمان. يلا بقى تابعوني ان شاء الله في فيديوهات جديده على قناتكم قناه شيف محمد شحاته، ما تنسوش تعملوا لايك، ومع الف مليون سلامه انتظروني في فيديو جديد. ولاننا عارفين ان توصيل المعلومه ما يقلش اهميه عن المعلومه، عشان كده على قناتنا مش حتى كيتشن هنوصل لك المعلومه بمنتهى البساطه والسلاسه. هنعمل مع بعض أشهى الأطباق وأجمل الوصفات بمكونات بسيطة جدا موجودة في بيوتنا كلنا. على قناة مشحتة كيتشن مفيش تعقيد، مفيش تفاصيل كتير، مفيش رغي كتير، دخول في المضمون ونتيجة مبهرة. يلا شرفونا بالاشتراك على القناة، ومش هقول لكم فعلوا الجرس، انتوا بقى اللي تقرروا بعد ما تشوفوا الفيديوهات إذا كنتوا تفعلوا الجرس أو تفعلوا برضو الجرس.